السؤال ما هو رأيك أو استعداداتك لنتغلب عن هذا الهدف الذي دخلنا فينا في آخر 10 دقائق وكان يستحق أن لا يدخل فينا، وأمال المصريين معك ومع اللعيبة. واش هذا صحفي اللي يطرح مثل هذا السؤال وكينتمي لواحد الدولة اللي كتسمى الدنيا وطرح هذا السؤال هذا في مؤتمر واللي كيتابعوا الالاف ان لم نقل الملايين من الرياضيين؟ هذا كيبين بانه المصريين ما راضيينش بهذه النتيجه هذه، وكانوا كيظنوا ان الوداد راه بحال الترجي غادي يماركيو عليه على الاقل 1-2-0 او 3-0، ورغم انهم رابحين ب2-1 فما راضيينش بهذه النتيجه هذه. واكثر من هذا فكيظنوا بان الكاس فلت لهم من يديهم وداروا بانه الوداد هي اللي غادي الكاس. هذا التفكير هذا هو اللي خلى المصريين يعتدوا على المغاربه. فعناصر من فرع الوداد البيضاوي عاشوا لحظات عصيبة أثناء مغادرتهم لأرضية ملعب القاهرة الدولي. جماهير الأهلي أضربوا اللاعبين والطاقم التقني والطبي الودادي بالقراعي ديال البلاستيك عامرة بالماء، إضافة إلى السب والشتم. هذا الاعتداء على فرع الوداد البيضاوي تم عند المدخل المؤدي إلى مستودع الملابس واستمر لأزيد من 6 دقائق. والغريب في الأمر عدم تدخل الأمن المصري من أجل حماية اللاعبين المغاربة، وهذا أثار استغراب كل المتابعين. وحتى الجمهور الودادي الذي حضر إلى الملعب القاهرة الدولي تعرض للعنف والسب والشتم والضرب واحتجوهم في التيران وطفوا عليهم الضوء. غتقول لي بأنه هذا الإجراء اللي اتخذناه لحماية الجمهور المغربي، ولكن باش تدفع عليهم الضوء راه هذا عمل غير أخلاقي. حنا كنعرفوا الخطورة ديال المدرجات ويمكن يوقع شي تدافع، والحمد لله ما تضرر حتى شي واحد من الحاضرين، والجمهور الودادي كنحييه. رغم قلته لما كيتعداش 2000 فأبلى البلاء الحسن لدرجة أن الصوت المشجعين المغاربة تعدى الجمهور المصري اللي كيتعدى العدد ديالو 50,000. هذا العنف ما عنده حتى شي مبرر. العناصر الودادية لعبات المقابلة بروح رياضية وما صدر منها حتى شي سلوك خارج عن السياق الرياضي، والفريق المصري هو اللي كيتحمل المسؤولية اللي ضيع فرصة الفوز بحصة عارضة في ميدانه. ومن هذا المنبر كنقول بأنه الجماهير الودادية والمغربية خاصها تحلى المسؤولية وضبط النفس وعدم الانجرار وراء هذه الاستفزازات غير أخلاقية غير رياضية. وما خصناش نردوا على الإساءة التي صدرت عن جماهير الأهلي في مباراة الذهاب ضد الوداد البيضاوي والجماهير الودادية والمغربية في ملعب القاهرة الدولي، خاصة وأن هناك أخبار تقول بأن المصريين شدوا بعض المغاربة ودوهم إلى مخافر الشرطة بدون سبب وبدون مبرر.